السؤال ده حلو قوي، بيتسال لي تقريبا من ناس كتير. ليه لما بشغل اعلان بتلاقي الاسعار كويسه قوي بتاعت الرسائل، تاني يوم بتعلى، او العكس ممكن تبدا عاليه بعد كده تنزل؟ لازم عشان تفهم الكلام ده تعرف انت بتتحاسب ازاي اصلا في اعلاناتك المموله. يعني لو انت بتعمل حمله رسائل، او بتعمل حمله الغرض ان انت عايز تبيع منها على الويب سايت، او بتعمل حمله ليد جنريشن وعايز ارقام تليفونات تكلمهم، ايا كان نوع الكامبين اللي بتشتغلها، انت مش بتتحاسب حسب نوع كل حمله، انت في كل الاحوال بتتحاسب بحاجه اسمها الامبريشن، او مجموع مرات الوصول. الاعلان بتاعك لما بيشتغل بيتبعت وليكن ل 10000 واحد، لحد ما اتبعت ل 10000 واحد دول كان صارف $5، كان صارف 100 جنيه. يبدا النهارده جالك منه ليد او رساله او ايا كان الهدف، يقول لك والله انا صرفت ال 100 جنيه لحد ما جبت لك الرسالتين دول، فيقسم لك الصرف على الرسالتين، فالرساله تبقى ب 50 جنيه. طب لو النهارده جه بعدها على طول رساله وكان صارف 110، يقسم لك ال 110 على الثلاث رسائل ويطلع لك تكلفه الرساله وليكن حاجه و30 جنيه. نفس الكلام في الليدز. فمعنى كده ان كل ما كان الكول تو اكشن بتاعك قوي، وحاطط النهارده كوبي تقيل وعامل استهداف صح، من كل 1000 او من كل 10,000 رساله هيجي لك اكبر قدر ممكن من الرسائل او من الليدز، هيشوف الصرف اللي اتصرف ويقسمه على عدد الرسائل اللي جات لك ويطلع لك تكلفه الرساله. طب بعتوا لل 10,000 اللي بعدهم وما كانش حد بعت رساله، فتلاقيه صارف 200 جنيه، فتلاقي الرساله بقى النهارده تعلى، لان بيقسم ال 200 على 10 رسائل اللي جولك، فتلاقي الرساله سعرها تاني يوم بيزيد.